رجعت لكم بمنهجة جديدة. يلا بينا نبدأ. من زمان من قديم الأسف في مملكة التنانين كانت الأجيال بتتورث قصص وأساطير، زي إن سلالات التنانين بيعرفوا ينجبوا أطفال تنانين بس لو كانوا بيحبوا بعض، بمعنى إن الطفل التنين ده بيبقى الحب المتجسد في كائن. الصورة لطيفة قوي مش كده؟ بس للأسف العكس تماما هو اللي حصل مع بطلة الرواية دي. بطلتنا التنين غلبانة، بس وقعت ضحية للحزن والأسى. مامتها من قبيلة التنين الليل الأسود أنجبت طفل مشوه، لا هو بشري ولا هو تنين. الأم ما كانتش إنها تقدر تعيش مع والد الطفل البشري، ده غير إنها كانت ملعونة بتعويذة قوية جدا، واللي أجبرتها في الآخر إنها تسيب طفلتها بوقت سريع جدا. وبسبب ده الطفلة كانت وحيدة، مفيش حد يرعاها ولا ياخد باله منها ولا حتى إن هو يربيها. وعلشان الطفلة دي كانت نص بشرية ونص تنينة، ده بقى بيتسمى عار في قبيلة التنين الليل الأسود. عينها بالنسبة لهم كانت مقززة جدا، ولأنها مش تنينة بشكل كامل، التانيين ما كانوش متقبلينها كتنين في سلالتهم، وكانوا دايما مخبيينها لأن هما كانوا بيخافوا إن بقية القبائل التانيين يكتشفوا أمرها، وده ممكن يسبب في حرب كبيرة جدا هما مش عايزينها. الحقيقة إن الطفلة دي كانت كائن محدش مرحب بوجوده تماما، لدرجة إنه سرتها كانت بتفكر إن هما يقتلوها. بس كان في ناس بتفكر إن يعني مش محتاجين نقتلها دلوقتي، خليها كده كسر نقدر نحافظ عليها دلوقتي. وعلشان كده بعدوها تماما عن السلالة، وفي أطراف قرية بعيدة قعدوها في كهف. الطفلة دي كانت وحيدة تماما، كانت كل ليلة تقعد تعيط على حالها وتفتكر الأساطير اللي كانت بتقول إن التنين بيتولد من قصة حب متجسدة، وتقعد تقول انتوا كدابين، أمال أنا ليه مفيش حد بيحبني. وهي قاعدة في الكهف لوحدها دخلت عليها تايلور، واحدة من سلالة التنين الأسود، وقالت لها انتي هجينة، هتفتكري بقى أبوكي البشري ده ممكن يفكر إن هو يجي عشان ينقذك؟ فكرت الطفلة وبعدين بقى، راحت ردت عليها لا. ردت تايلور وقالت لها ده معناه إن انتي مفيش أي ملجأ ليكي غيرنا إحنا بس، مش كده؟ الحقيقة إن التانيين كانوا كل يوم بيزيدوا في الغضب عليها، مش بس كده، وكمان ما كانوش بيبطلوا تنمر عليها، وده لأنها مختلفة عنهم جدا ومش متقبلينها. كل قبيلة كان في حاجة بتميزها، وقبيلة الليل الأسود كانت بتميزهم لون عينيهم، ولأن الطفلة ورثت لون عين باباها، بالتالي كانوا بيتضايقوا منها جدا إن هما بيشوفوا إنها بتلوث سلالتهم. كانت الطفلة كل يوم بتعيش حياتها في البؤس ده، من غيري شكلك، اخلصي من نفسك، انت وحيدة وبائسة ومحدش هيحبك وعايزك. والحقيقة بالرغم من صعوبة الوضع وقسوتها على الطفلة دي، إلا إنها ما كانش مطروح قدامها خالص خيار الهرب، لأن أكيد العالم الخارجي كان هيبقى أسوأ من اللي هي فيه دلوقتي. وللأسف كان أفضل حل ليها هي إنها تتحمل المعاناة دي وتسكت. وبرغم رضاها للذل ده، إلا إن الدنيا برضه كانت قاسية عليها. في يوم دخلت عليها واحدة من التنانين وقالت لها جيانا، إحنا خلاص ما بقيناش قادرين إن إحنا نستحملك، مش هنقدر نحميكي أكتر من كده. واضح إن أفراد سلالة تانية من التنانين لاحظوا وجودك، إحنا كان سبب إن إحنا سايبينك لحد دلوقتي عايشة عشان إحنا وعدنا والدتك بده، بس خلاص إحنا مش هنقدر نوفي بوعدنا أكتر من كده. صدمت الطفلة من إن هي بتسمعه، قالت لهم بعدين طب أنا ممكن أعمل إيه؟ ردت عليها الحقيقة أنت لسه ليكي قريب غير والدتك اسمه دياميت، حاولي بقى إن أنت تروحي له، مين عارف يمكن يرضى يحميكي لو قلتيله إن أنت بنته. كملت وقالت لها من دلوقتي، وكملت وقالت لها من دلوقتي تقدري أنتِ تعيشي زي ما أنتِ عايزة. افتكرت الطفلة إن الحدث ده ما كانش موجود في نص الرواية، ما كانتش فاكرة إنها هتقابل باباها بالسرعة دي. دياميد ده هو الوالد الشرعي للطفلة جيانا في الرواية اللي هي اتجسدت فيها. وهنا بقى نعرف إن البطلة اتجسدت في الرواية. في الحقيقة في الرواية دي باباها هيتحول لزعيم شرير بعد سنين. الرواية دي اسمها سيف الانتقام، واللي بتحكي قصة البطل روجين، واللي عايز يقتل دياميت لأن هو اللي قتل والدته. ودي الرواية اللي كانت البطلة متعودة تقراها في حياتها السابقة. الرواية دي كانت بتوصف دياميت بإن هو ساحر عظيم، قتل مشاعره وغرق في ظلمات الفساد. في الحقيقة إن هو كان بطل الناس كلها بتشير له بالاحترام، بس بعد ما تخلت عنه حبيبته فجأة واللي هي طبعا مامة البطلة، وكمان اتشوهت سمعته، ساعتها اتعرف وسط الناس بالقاتل، وبسبب ده غرق في بحر يأسه أحسانه، بالرغم إن هو يعني اللي أنقذ العالم. وساعتها اتحول دياميت اليائس لإنسان شرير بعد سنين. ما بقتش دي مجرد إشاعات عنه، لأ، هو فعلا كان بدأ يرتكب جرائم حقيقية، لدرجة إن هو مهتمش بموت بنت الوحيدة البطلة اللي ماتت في سن 17 سنة.
سليلة جنس التنانين اللي اتقتلت ببشاعة قدامه، ودياميت ساعتها كان واقف بيبصلها وهي بتموت من غير أي مشاعر، زي ما بالظبط ولادتها ما حركتش فيه أي مشاعر. نرجع بقى للطفلة اللي كانت بتلم هدومها عشان تروح لوالدها، وقعدت تفكر أنا مش متوقعة منه أي حاجة، أنا ليه حظي في أب زي ده؟ أنا حياتي صعبة أصلا. وافتكرت البطلة اللي في حياتها السابقة كان اسمها مين بوبي، واللي ماتت برضه في سن 17 سنة، وده لأن والدها فضل يضرب فيها لحد ما ماتت. أدركت الطفلة ساعتها إن حظها وحش قوي مع الأبهات، مش هتعرف إنها تغير قدرها حتى لو اتجسدت في شخصية تانية. قررت إنها تواجه قدرها ده، بس بصراحة هي مش قادرة إنها تخفي دهشتها من التغير اللي حصل في الأحداث. في الرواية الأصلية هي ما كانتش أكتر من شخصية إضافية ماتت قبل الأحداث دي ما تبتدي أصلا، لأن شخصيتها بتموت قبل وفاة والدة البطل الرئيسي. بس واضح إن القصة اتغيرت، ولما خرجت الطفلة من الكهف نزل عليها تلج، واللي كانت أول مرة تشوفه في حياتها. كانت مبسوطة جدا لأنها ما خرجتش من الكهف ده من مدة طويلة قوي. راحت البطل البرج اللي فيه ديناميت، فكرت حتى لو اتغيرت مسارات القصة فأنا مقدر ليا أكيد إن أنا أموت في سن 17 سنة، وأنا يعني مش متوقعة من ديناميت إن هو يحميني. بس مع ذلك سبب إن أنا أروح للبرج السحري إن أنا لسه قدامي 7 سنين. أي نعم إن 7 سنين بالنسبة لعمر التنين اللي بيعيش آلاف السنين هي مدة قليلة قوي، بس بالنسبة لي هي كافية قوي. أنا مش عايزة حاجة أكتر من كده ومش هطلب حاجة من حد، ده غير إن أنا أساسا ما عنديش أهداف عايزة أحققها. أنا بس عايزة أعيش الفترة اللي جاية في رفاهية، اللي أنا حتى ما عرفتش أعيشها في حياتي السابقة ولا حتى في حياتي الحالية. رجعت تفكر وهي بتشرب فنجان الشاي في البرج، أكيد بالنسبة لدياميد دلوقتي ظهور بنته اللي ما كانش يعرف عن وجودها حاجة أكيد موضوع مزعج جدا. بس عادي، أنا متعودة إن دايما يتعاملوا معايا على إني عبء عليهم. عموما أنا هفضل أتصرف بطبيعية حتى يعني وهم متجاهليني كده. وقعدت تفكر إن الإيجابية في ده إن أكيد حصولها على طعام في البرج السحري هيكون أسهل بكتير من قرية التنانين، يعني على الأقل مش هموت من الجوع. كمان هنا في كتب كتير جدا، وده معناه إن أنا برضو مش هحس بالملل. وهي عمالة تفكر مع نفسها لمحت صورة والدها دياميت، ورجعت تفكر إنها طول عمرها كانت بتحاول إنها تتجنب الراجل ده، الراجل اللي كان بيحب ريتش والدتها تنين الليل الأسود. وبالرغم إن هما كانوا من سلالتين مختلفين كان ممكن يكونوا سعداء مع بعض. وهنا بقى جه الوقت إن احنا نعرف باباها ومامتها عرفوا بعض إزاي. من أكتر من 10 سنين بسبب لعنة ملك الأرواح الشريرة انتشرت الأرواح الشريرة في كل مكان، وده اتسبب في انقلاب موازين الحياة والموت. يعني الأموات يصحوا والأحياء يموتوا، وعشان يتخلصوا من ملك الأرواح الشريرة ده واللي كان سبب في كل البلاوي اللي بتحصل دي، انضم دياميت لكتيبة القضاء على ملك الأرواح الشريرة. دي كانت مجموعة بتضم أقوى الأشخاص في القارة، وهناك قابل حبيبته والدة جيانا، واللي كانت على عكس بقية التنانين كانت شخصية بسيطة وإنسانية وجميلة قوي. ولأن مفيش حد بيختار قدره وقع في حبها من أول نظرة، وفعلا وعدوا بعض بالزواج واتحدوا مع بعض وأخيرا قضوا على ملك الأرواح الشريرة. بس القصة مع الأسف ما انتهتش نهاية سعيدة، ما كانش فيه هابي اندنج للأسف. قررت والدة جيانا إنها تسيبه وتلغي الفرح. صدم دياميت الغلبان طبعا وقتها وما بقاش مصدق اللي هي بتقوله، ولا لا مستحيل انت تقولي انك عمرك ما حبيتيني، اكيد في سبب تاني مش كده. غيرت ريتش تعبيراتها وقالت له بعصبيه ابعد عني، وراحت طلعت مخالبها وطعنته. طبعا اتصدم دياميت من اللي شافه وقال لها ليه كده. ردت عليه لان بصراحه ريحه البشر دي مقززه جدا، كمان انا مش قادره استحملك اكتر من كده. لو كنت اعرف ان اخرك ان انت تقعد تتوسل لي بالطريقه البائسه دي فكنتش تعبت نفسي ولعبت ليك من البدايه. انت فعلا ساذج جدا. لعبة العريس والعروسة والبيت الجميل دي خلاص انتهت. وبالرغم من الطريقة الصعبة اللي نهت بيها والدة جيانا علاقتها بدياميت، إلا إنها كانت بتحبه جدا، واللي عملته ده في الحقيقة كان مجرد تمثيل. عملت كده عشان تخبي حقيقة إنها أصبحت خلاص محكوم عليها بالموت، وكل ده بسبب لعنة ملك الأرواح الشريرة. نرجع بقى للطفلة اللي كانت عمالة تفكر إن هي الوحيدة اللي عارفة الحقيقة دي، وإنها لو حكت الحقيقة ممكن توقف عملية تحول دياميت الشخصية الشريرة. بس ده صعب جدا في الواقع، لأن الراجل ده خلاص قفل مشاعره تماما بعد الجرح اللي هي جرحتهوله بسبب خيانتها ليه. لو كانت شخص تاني يمكن كانت عرفت إنها تساعده، عشان كده هي مش هتقدر تعمل حاجة.
وهي بتفكر دخل عليها فجأة ديامي وقال لها انت بقى بنتي، علشان بقى تبقي عارفة هدفعك تمن تضييعك وقتي غالي جدا. صدمت الطفلة لما شافته لأول مرة وفكرت زي ما كنت متوقعة، هبته طاغية على كل شيء. طلب دياميت من المساعد بتاعه إن هو يشرح له إيه اللي بيحصل بالظبط. رد المساعد إن وفقا للرسالة اللي بعتتها التنانين إن تنين الليل الأسود ريتشي قبل ما تموت قالت إن دي بنتهم، وده أكيد طبعا مجرد ادعاء من جانب التنانين. رد عليه دياميت ريتشي وقرب منها دياميت ولسه بيمد إيده. فكرت الطفلة معقول عايز يقتلني دلوقتي؟ كانت فاكرة إن هو خلاص هيمسكها من رقبتها، بس الحقيقة إن هو مسكها من خدودها وقرب وشها منه عشان يشوف هي بتشبهه ولا لأ. بصلها وقال لها انت حقيقي شبه أمك، بس أنا مش شايف أي مشاعر وأنا ببص في عينك. مع ذلك أنا مش قادر مبصكيش، يمكن عشان عندك نفس لون عيني الزرقاء، بس وإيه يعني، مجرد تشابه في لون العيون مش دليل إن انت تكوني بنتي. وبصلها بغضب وقال لها الست اللي كانت بتقرف مني مستحيل إنها تكون جابت طفل مني، مفيش داعي إن انت تضيعي وقت معاكي أكتر من كده. أنا مش عارف انت كنت متوقعة إيه بالظبط لما جيتي هنا، بس اللي انت بتقوليه ده سخيف جدا. وفعلا قال ديميت الكلمتين اللي واقفين في زوره مش وسابها. فكرت الطفلة جيانا زي ما كنت متوقعة، ومش هيصدق طبعا إن أنا بنته. ولسه جيانا بتفكر هتكون إيه خطواتها الجاية، قطع تفكيرها المساعد اللي قاعد يقول لها هو أنا دايما كده مضطر إن أنا أنظف الفوضى، حاجة مزعجة جدا. وقعد قدامها وقال لها في النهاية سيد البرج ما قالش حاجة، وده معناه إن كل اللي هيجي بعد كده بقى مسؤوليتي أنا. وراح بصلها وقال لها ها بقى يا صغنن، إيه أنسب طريقة إن أنا أتعامل بيها معاكي. ونبدأ نعرف بقى مين هو المساعد ده. مساعد سيد البرج هو مايكل، كان عنده دور كبير قوي في رواية سيف الانتقام. كان بيلعب دور التابع لوكيوس والقريب جدا من زعيم دياميت، وهيلعب دور فعال جدا في إن هو يحقق لدياميت النوايا الشريرة في أحداث جاية في الرواية. مايكل مشهور بإن هو الساحر العبقري، وكمان هو قريب دياميت. في الحقيقة دياميت يبقى عمه. بعد ما فقد مايكل باباه ومامته وهو صغير أخدوا دياميت كتلميذ ليه. ساعتها خلى مايكل تركيزه كله على السحر، وده اللي خلاه متفوق فيه. كمل مايكل في الحقيقة أنا مش عارف هقدر ازاي إن أنا أتخلص منك. في الوقت ده مايكل كان باين عليه ملامح إن هو مستمتع جدا بفكرة اللعب بمشاعرها، بس الحقيقة إن جيانا اللي كانت قاعدة قدامه ما كانتش مهتمية تماما. ردت جيانا بمنتهى الهدوء من اللي انت عايزه. صدم مايكل من اللي سمعه من تعبيراتها الهادية، اللي هو يا عم وانتم رايحين كنا احنا لسه راجعين، هو انت لسه هترعبني. حاول ان هو يلعب عليها اكتر ويجرب ان هو يخوفها ويقول لها انا مراهن ان انت كنت متوقعه ان انت تشوفي شويه حنان، بس مع الاسف ده ما حصلش، حاجه تزعل قوي. فزي ما انت شايفه سيد البرج مش بيهتم ابدا بالروابط الاسريه. انا زعلانه عليكي قوي. بالمناسبه انا اسمي مايكل، يعني ممكن تقولي كده ان انا قريبك. اسمعيني كويس يا اشرد، السبيل الوحيد عشان تعيشي هنا. قطعته وقالت له جيانا. حصل لمايكل ايرور وقال لها ايه مين؟ قالت له اسمي جيانا مش اشرد. قال لها بس في الرساله مكتوب اشرد. سكتت شويه وبعدين قالت له انا قرايبي هم اللي ادوني الاسم ده، لان هم قالوا لي ان اسم جيانا بيحمل طابع بشري قوي، عشان كده ادوني الاسم اشرد، ويا ريت من فضلك تناديني باسم جيانا. رد مايكل وكمان عندك اسمين، ايه وجع الدماغ ده؟ وحاول يستفزها وبصلها بنظرة شريرة وقال لها ولو رفضت ان انا اديلك بيه هتعملي ايه؟ ردت عليه جيانا بكل هدوء هعمل ايه؟ خلاص نصيبي كده. وكملت شرب في الشاي. جنن مايكل من برود الطفل وعيني كان هيتجلط، ورجع يفكر انا مهما هتتها مش بتتأثر بكلامي، هي دي طفلة فعلا. راح مسك رقبته كأنه يعني فعلا بيتجلط ويقول انا مش مصدق ان انتي تنين، يمكن عشان انتي لسه طفلة صغيرة، بس انا هحاول اعلمك ان انتي تعرفي مكانتك الحقيقية. بصي بقى يا صغننة، انت سيبي شنطتك وتعالي ورايا، هفسحك في برج السحر. مشيت وراه جيانا وكانت مبهورة فعلا بالبرج السحري. كان كل شباك بيبص على منظر طبيعي مختلف عن اللي قبله. دعا لها مايكل وقال لها هو انت بتزحفي ولا ايه؟ ما تمشي بقى بسرعة شوية، لو فضلتي متأخرة كده هسيبك وامشي. انت عارفة البرج ده ضخم قد ايه؟ وراح كمل معظم الجدران هنا والأسقف والشبابيك معمولة من السحر، والكائنات الصغيرة اللي زيك بتضيع في المكان ده بسهولة وبتبقى ضحايا أفخاخ البرج السحري. وراح بص لها تاني بنظرته الشريرة وقال لها ها
القصر ده مخيف صح؟ أخدته جيانا على قد عقله قالت له مخيف. رد عليها بكل فخر علشان كده من مصلحتك إن أنتِ تفضلي طول الوقت جنبي. ما تقول كده بقى يا عم من الأول اللي أنت عايزها تفضل معاك. المهم فكرت جيانا لو أنا ما كانش عندي ذكريات من حياتي السابقة يمكن كنت بارقص دلوقتي من فرحتي إن أنا عندي عيلة زي دي، حتى لو البيت فيه أفخاخ. بس للأسف ما ينفعش أنسى إن أنا مخلوق مكروه من الكل. أنا هدفي دلوقتي إن أنا أستمتع بشوية رفاهية مش أكتر من كده. أنا بالنسبة لي خلاص ما بقتش مهتمة بوجود عيلة. المهم أخدها مايكل ودخلوا قاعة العشا في البرج السحري. فجأت جيانا من جمال القاعة، خاصة إن فيها أنواع كتير أوي من الأكل، وبقيت عمّالة تفكّر شكل إن تخلّي التنين عني أجمل حاجة حصلت لي في حياتي. بَص عليها مايكل وهي مبسوطة وقال لها: "هو أنتِ بتعملي إيه؟" ادّاها جيانا وقعدت تفكّر. أنا سمعت إن السحرة كمان مش بيهتموا بالأكل، وده واضح جدًا. بس قطع فرحتها وأفكارها إن السحرة اللي كانوا قاعدين في قاعة العشا بدأوا يسألوا هو ليه في طفلة موجودة في البرج السحري، وليه ماشية مع مايكل؟ راحوا سألوها: "هو أنتِ مين؟" رد عليهم مايكل بحدة: "هو أنتم بتبصوا على إيه بالضبط؟" اعتذروا السحرة وفكّرت جيانا واضح إن هو فعلًا مزاجه متقلّد زي ما كان مكتوب في الرواية. أنا لازم إن أنا أهرب منه قبل ما أكون الضحية الجاية. بس للأسف الأكل كان أقوى منها. حطّت إيدها على الخبز وقعدت تجمّع في أكبر عدد ممكن من قطع الخبز. زعلها مايكل وقال لها: "على فكرة في حاجة اسمها أطباق، في حاجة اسمها شِوَك ومعالق، أكيد يعني ما ينفعش إنِّك تستخدمي إيدِك أبدًا." وكمّل: "دلوقتي بقى هدومِك اتوسخت، يالّا حطّيهم في الطبق." حاول مايكل إن هو يكمّل رخامة عليها وقال لها: "ده معناه إن طلعت التنانين ما عندهمش أدنى فكرة إن البشر بياكلوا إزاي." كان فاكر إن جينا هتنجرح مشاعرها لا قدر الله، بس الحقيقة إن جينا قالت له: "ما تقلقش، أنا هاعرف إن أنا أسيطر على الوضع، ما تشيلش هَمّي." اتعصب مايكل وقال لها: "ليه هو أنا أزعجتِك والّا حاجة؟ والّا أنتِ فاكرة إن بشري زيي وضيع ما ينفعش إن هو يقعد مع تنين على نفس الترابيزة؟" المهم تجاهلته جيانا وراحوا هُم الاتنين على ترابيزة، ولسه جيانا بادئة تاكل قال لها مايكل: "كنت هانسى أقول لِك، البرج السحري بيمنع إن أي حد ما ياكلش أكله اللي في الطبق، لازم تخلّصي الأكل اللي في طبقِك ده كله." بص مايكل على طبق جيانا اللي كانت جيانا مالياه على آخره، وقبل ما تحط أول قطمة في بُقّها قال لها: "أنا حذّرتِك فاهمة؟" بصّت له جيانا باستغراب اللي هو أنت بتقول إيه يا عم؟ امشي أنت بس من قدّامي لأحسن آكلك أنت شخصيًا. وبدأت فعلًا جيانا تاكل في الخبز، كانت مبهورة لدرجة إن مايكل بص لها باستغراب وقال لها: "واضح إن أنتِ أول مرّة تاكلي في حياتِك." بس مش ده بس اللي هو كان مستغرب منه، لأ كان مستغرب كمان إن هي وهي بتاكل عينها دمّعت. اندهش مايكل وما بقاش فاهم هي ليه بتعيط دلوقتي. قال لها مايكل بقى: "لأ، طفلة، هو أنتِ مالِك بتعيطي والّا إيه؟" ردِّت عليه جيانا: "لأ أبدًا." استغرب مايكل وقال لها: "لأ إيه؟ أنا شايفِك بعيني أهو." ودِّت جيانا وشّها الناحية التانية وقالت له: "لأ بيتهيأ لك، أنا بس عاجبني طعم الخبز." قال لها مايكل: "هو أنتِ حد قال لِك حاجة ضايقتِك وأنا مشغول؟ مين يجرؤ إن هو يضايقِك ما دام أنا ما عملتلكيش كده؟ يعني ما حدش يضايقها بس أنتِ تضايقيها عادي؟ إيه النرجسية دي؟" بعدين قام مايكل وقف وقال لها: "ما يكونش الخبز سخن عليكِ؟" ولمسه ولقاه عادي جدًا. رجع تاني مايكل سألها: "أُمّال عيطتِ ليه؟" سكتت جيانا وبعدين قالت له: "هو أنا ممكن آخد خبز أكتر؟" قال لها: "طبعًا، بس ما تنسيش إن أنتِ لازم تخلّصيه كله." الحقيقة جيانا كانت بتاكل كميات كبيرة جدًا لدرجة إنها عملت قدامها جبال من الأطباق، وخلصت كل العيش اللي كان موجود في الأطباق دي، واللي طبعًا سبب صدمة كبيرة أوي لمايكل، اللي بقى عمّال يسأل: "مالها دي؟ معقولة دي طفلة؟ دي خلّصت الأكل كله في دقايق." راح سألها: "أنتِ يا طفلة معقولة تكوني أنتِ بشرية؟ إزاي؟ إزاي عرفتِ تخلّصي الأكل ده كله في المدة دي؟" وراح مفعّل تعويذة عزل الصوت، طبعًا عشان ما حدش يقدر يسمعهم وهُم بيتكلموا. قالت له: "لأ، أنا مش بشرية، حتى يعني لو أنا نُص تنينة ففي الآخر أنا مش بشرية." كمّلت: "أنا قبل ما أتحوّل لشكلي البشري كان وزني مئات الكيلوجرامات، ومقارنة يعني بحجمي الأصلي هتلاقي إن الأكل ده عادي جدًا بالنسبة لي." بس افتكرت جيانا إنها لمّا كانت في قرية التنانين ما كانش مسموح لها إنها تاكل أكل بالكمية دي، كمان ما كانش طعمه جميل كده. وافتكرت إزاي كان دايمًا بيقولوا طول الوقت إن هُم بيتكفّلوا بيها، لكن في الحقيقة هُم كانوا بيهملوها تمامًا، وإن قرايبها ما كانوش أبدًا بيهتموا بإنهم يأكلوها. لقيت نفسها أنا مبسوطة لإن ما حدش هنا بيمنعني عن الطعام. ومن كتر فرحتها بالأكل الكمية الأولانية ما كانتش كافية ليها، علشان كده فضلت جيانا تاخد خبز زيادة. بس فجأة حست بطاقة سحرية حواليها، ولمّا بصّت حست إن في عين بتراقبها. بس لمّا بصّت في الناحية اللي هي شاكة إنها بتبُص عليها، لقيت فعلًا واحدة واقفة، بس كانت بتبُص ناحية تانية. فضلت تقول لنفسها يمكن أنا بيتهيأ لي،
محدش كان بيبص عليها ولا حاجة. وكملت جيانا في طريقها وهي شايلة الخبز على إيدها. بعد ما خلصت جيانا الأكل خدها مايكل للمكتبة وقال لها أنا عندي دلوقتي شغل هعمله، عشان كده خليكي هنا. اتبسطت جيانا جدا، بس هو شدها من هدومها لما لقاها جريت قدامه. راح قال لها بصراحة أنا مش متأكد إن أنت بنت سيد البرج السحري، بس عموما خدي بالك إن البشر بيعتبروا إن التنانين مواد نادرة جدا وغالية. بيقولوا إن أول إكسير في التاريخ احتوى على دم التنين، وإن السيف المقدس اللي بتتوارثه المعابد مصنوع من عظام التنين. بس طبعا بسبب قوة التنانين الكبيرة، فالبشر دايما بيصطادوا التنانين الصغيرة عشان بتكون قوتها لسه مش كاملة. عشان كده التنانين الصغيرة اللي زيك بتحترم التنانين المقدسة. بس واضح إن انتي معندكيش حامي. راح كمل لو فضلتي تتصرفي بإهمال كده هتعرضي نفسك للخطر، وده لأن في بعض الأحيان بيظهر مجانين في البرج السحري. ها فهمتيني بقى؟ ردت عليه جيانا تمام فهمت. هعمل إيه يعني؟ صدام مايكل من رد فعلها وفكر هو إيه نوع الطفلة دي بالظبط؟ بس بصيت له جيانا وقالت له عموما شكرا انت قلقان عليا. صدام مايكل كالعادة، بس المرة دي قال لها انت لطيفة أوي. بس قرر إن هو يرجع تاني شخصيته الشرسة وقال لها إيه؟ مين قالك إن أنا قلقان عليكي أصلا؟ مشي مايكل وهو ماشي قال لها عموما ما تعمليش مشاكل وأنا مش موجود هنا. استغربت جيانا وقعدت تقول هو ماله شكله متعصب قوي كده ليه؟ فكرت إن مايكل في الرواية ما كانتش شخصيته كده، هو ده لأن القصة الرئيسية لسه ما ابتدتش يعني. وقالت جيانا لنفسها عموما أنا مش هضيع وقت عشان أفهم، كده كده مفيش حاجة هتتغير، هبقى أفكر بقى في الموضوع ده بعدين. بس بما إني هنا أنا عايزة أقرأ شوية كتب. وقعدت جيانا تبص على الكتب ولقيت الكتب فوق جدا، وقعدت عمالة تقول الكتب اللي فوق دي أنا إزاي ممكن أوصل لها؟ بس لقيت دوائر سحرية بتساعدها، وفعلا جابت لها الكتب من فوق. بصيت جيانا على الكتاب وقالت ده فعلا اللي أنا كنت عايزاه، شجرة النجوم السحرية الموجودة في المكتبة. وبدأت جيانا تفتح الكتاب عشان تقراه. كان عبارة عن كتاب عن التعويذة السحرية. وقالت جيانا إنها رغم إنها تنينة إلا إنها ما تعرفش تعويذ سحرية كتير، كل اللي هي اتعلمته في السر لما كانت بتشوف عمتها وهي بتعلم الأطفال الصغيرين. أما هي فما كانش مسموح لها إنها تتعلم أي حاجة، بس دلوقتي يمكن إنها تقدر تتعلم التعويذ دي لوحدها. الحقيقة إن جانا كانت بتحب تعرف أنواع مختلفة جدا عن السحر غير السحرة بتاع عشيرتها، ولقت إن دي فرصة كويسة جدا بالنسبة لها. بس اتفاجئت لما لقت إن التعويذة اللي قدامها هي مش عارفة تقراها حتى، وقررت إنها تدور على كتاب تاني تبقى تعرف تقراه أصلا. بس وجينا قاعدة لقيت حد بينادي عليها. سألته جينا هو أنت مين؟ قال لها أنا ساحر هنا في البرج. بس لما قال لها الساحر اسمه، قالت جيانا إنها أول مرة تسمع عن الاسم ده. واضح إن هو مش الشخصية الرئيسية في الرواية. المهم قال لها إن أنا لقيت طفلة صغيرة في البرج السحري فكنت عايزة أعرف أنت مين. وكمل هو مايكل راح فين وإزاي سابك هنا لوحدي. ربطت جيانا المواضيع في دماغها وافتكرت كلام مايكل. وقالت جيانا نفسها إن التنانين عندها حواس طبيعية حادة بتقدر إنها تميز الهالة والوجود بدقة أكبر من البشر. والساحر عمال يتكلم معاها بس جيانا مش مركزة في ولا كلمة من اللي هو بيقولها. الحاجة الوحيدة اللي هي مركزة فيها إن نظرته الغريبة دي هي اللي حست بيها لما كانت في المطعم في البرج السحري. وراحت سألته بخباثة كده هو أنت عرفت منين إن أنا كنت معاه؟ صدم الساحر من السؤال ورد وهو مرتبك أنا شُفتِك دلوقتي لمّا أنتِ كنتِ معديّة هناك. وراح كمّل هو أنتِ مايكل ما قالكيش حاجة؟ ما قالكيش مثلًا إن ده وقت تقديم الأبحاث؟ وافتكرت جيانا إن فعلًا ده وقت امتحان الاستعداد لدخول البرج، ودي القاعدة اللي دايمًا رافعها ديناميت في برج السحر، وهي الاعتماد الكامل على الكفاءة وفقًا لمبادئ الجدارة. واللي هيتأخر عن ميعاد التقديم أو ما يحققش نتايج بحثية بيطرد على طول من البرج السحري. عشان كده الفترة دي بتكون أصعب فترة على السحرة، وبسبب طبيعة البرج السحري ممنوع تمامًا دخول الغرباء. يمكن عشان كده كلهم كانوا مستغربين وجودها كطفلة، بس واضح إن في شيء مشبوه، لأن الساحر اللي يكلمها عمال يقول لها إن الموضوع خطير جدا، عشان كده لازم هما الاتنين يخرجوا من هنا بسرعة. فهمت ديانا إن الساحر بيستدرجها، وراحت ابتسمت له وقالت له ما تخافش أنا كويسة، مايكل قال لي إن هو هيرجع بسرعة. قالت جيانا إنها عايزة تبعده عنها. قالت له جيانا أنت بقى قبة؟ قال لها أكيد طبعا ما دام أنا أكبر منك يبقى أنا بالنسبة لي قبة. كملت بس أنت ساحر مش كده؟ اتعصب عليها وقال لها هو انت مالك كل شويه عماله تعيدي نفس الكلام ليه؟ اتعصب كل الموجودين في المكتبه قالوا له ما توطي صوتك شويه، وفضلوا كلهم يبصوا عليه بعصبيه. وده طبعا اللي كانت عايزاه جيانا. حاول الساحر ان هو يتوه الموضوع ويقول لها واضح ان انا ما عنديش معلومات كفايه،
بس إيه رأيك إن أنتِ تخرجي معايا ونتكلم شوية؟ طنشته جيانا وكملت قراية في الكتاب اللي معاها، والساحر عمال يتكلم وكل اللي في القاعة عمالين يزعقوا له وقالوا له كفاية بقى كلام. ساعتها ارتبك الساحر واضطر إن هو يسيبها ويخرج. بعد ما مشي الساحر بصت جيانا بطرف عينها عشان تتأكد إن هو بعيد عنها، وراحت أخدت الكتاب وحطيته تاني، وقالت نفسها دلوقتي أنا بقيت كويسة، أنا كنت على طول عايشة تحت التهديدات اللي زي دي. عموما هفضل قاعدة هنا لحد ما يرجع مايكل. وبالليل راحت جيانا غرفة المؤن، والخادمة قالت لها متأكدة إن أنت هترتاحي هنا؟ صعب جدا على طفلة صغيرة زيك إنها تفضل هنا لوحدها. ردت عليها جيانا ما تقلقيش عليا أنا هبقى كويسة، وكمان مايكل كان عايزني أقعد هنا. ضحكت الخادمة وقالت لها فعلا؟ كملت جيانا قالت لها بس هو ممكن تديني بطانية وكمان حاجة علشان أقدر أنام عليها؟ ردت الخادمة قالت لها طبعا حالا. خرجت الخادمة من غرفة المؤن وفضلت جيانا لوحدها بتفكر إن مايكل كان عنده حق لما اختار لها الأوضة دي، لأن أوضتها التانية كانت في الملحق، بس بما إن سيد البرج مش مهتم بيها أصلا فوضع في البرج المركزي ممكن يضايقه، عشان كده الأوضة بتاعت المعن دي هتكون أفضل ليها. وافتكرت جيانا لما قال لها مايكل على المكان ده. مايكل كان بيتكلم مع جيانا وجيانا فضلت ساكتة، عشان كده سألها مايكل هو انت ليه ما بتقوليش حاجة؟ ردت جيانا هو فعلا هيبقى مقبول لأن أنا أبدأ أظهر للناس. فكر مايكل على كل إن قرار بشأن التعامل معاكي هو قراري أنا، فما تقلقيش. وعموما دي تعتبر فرصة نادرة لمراقبة بيئة قبيلة التنانين من قريب، عشان كده أنا بطلب منك إذن خاص، عايزة أراقب تحولِك كتنين. قالت جيان وهي بتنام إن ممكن يكون كونها كتنين مش لعنة، بالعكس ممكن يكون مفيد ليها. قطعت الخادمة أفكارها وقالت لها لو احتجتي أي حاجة ناديلي. شكرتها جيانا وبدأت تدخل في نوم عميق. فكرت جيانا إنها لما بتحس بالأمان ويقل خوفها بيبدأ ديلها يظهر دايما جنبها، وفعلا بدأ ديلها يظهر جنبها، وده معناه إنها حاسة أوي بالأمان. واتبسطت جدا جيانا في الليلة دي لأن دي أول مرة بيكون عندها غرفة بسرير. وهي نايمة افتكرت يومها كله وازاي كانت سعيدة انها اكلت الخبز، وعندها كمان كتب انها تقراها، والاهم من كل ده ان ما عندهاش قرايب عشان يضايقوها. واتمنت جيانا السعادة دي تدوم لفترة اطول. صحيت جيانا تاني يوم الصبح وهي بتفطر وكالعادة ماسكة العيش في المربى. سألها مايكل نمتي كويس يا صغنن؟ حب مايكل يمارس هوايته المفضلة وحاول ان هو يخوفها. راح قال لها انت عارفة ان في اشاعة في البرج بتقول ان في الأوضة اللي انت نمتي فيها دي في شبح؟ أصل زمان كان في ساحر في الأوضة دي قبلك. قالت جيانا وأنا كنت بفكر إيه سبب وجوده في غرفة الأكل في وقت زي ده، وجاي عشان يستفزني؟ راحت ردت عليه عموما شكرا إنت اديتني غرفة جميلة، وكمان أنا بحب الأوض الضلمة اللي شبه الكهوف. صدم مايكل وقال لها إيه ده هو أنت ما تخافيش من الأشباح؟ جيانا مش هتسكت غير لما تجلد مايكل. ردت عليه جيانا الحقيقة إن الأحياء مرعبين أكتر من الأموات. صدم مايكل من كلامها وقال لها هو أنت عاملة زي العواجيز كده ليه؟ أنت مرعبة جدا، هو كل التنانين زي كده؟ وقبل ما ترد جيانا فعل العزل السحري للصوت. قالت له جيانا أنا كمان عندي سؤال ليك، هو كل البشر اللي دمهم نقي زي السيد مايكل كده؟ تعصب مايكل وقال السيد مايكل؟ استغربت جيانا وقالت له عايزني اناديك بإيه؟ أقول لك أنت؟ الله مايكل كمان؟ ردت جيانا طب عايزني اناديك بإيه؟ أقول لك قبة؟ قطعتهم واحدة من الساحرات اللي دخلت في النص وقالت له هو إيه ده؟ واضح إن أنتوا كنتوا مبسوطين جدا الصبح بما إن صوتكم عالي قوي كده. قالت جيانا إنها ما لاحظتش وجود الساحرة دي جنبهم. قربت الساحرة من جيانا ومسكتها من خدودها. قعدت جينا تسأل في نفسها هي مين دي؟ قالت الساحرة أنا كمان بحب قبيلة التنانين جدا، يا ترى بقى ممكن تخلوني أشارك معاكم في حوار بما إني يعني مجرد ست عجوزة. وهنا بقى جه دور إن احنا نعرف مين هي الساحرة دي. الساحرة دي اسمها هيل الطبيعة، وده لأنها بتعرف تتعامل مع الطبيعة بشكل كبير جدا. وبصفتها طاهية في البرج الثالث فهي عندها مهارة بتوازي اللي عند مايكل، وده لأنها فعلا وصلت لأعلى مستوى في الكيمياء بسن مبكرة جدا. أول ما تبص لها تحس إنها شابة بس عمرها الحقيقي مش معروف. يقال إن شعرها الأبيض اللي شبه اللؤلؤ ده هو اللي بيدل على إنها كبيرة جدا في السن، وأكتر حاجة بتميزها إنها بتشوف كل الكائنات الحية على إنها مواد كيميائية قابلة للتجربة. كمان الساحرة هيلي لو انتوا فعلا عايزين تتعاونوا مع بعض فليه ما تشاركوش الست عجوزة معاكم؟ وهي بتلعب في هوت جيانا قالت لها هو انت عارفة إن الكشف الأول كان مخلوط بدم التنانين؟ ردت عليها جيانا بتحدي وعارفة كمان إن السيف المقدس في المعبد كان مصنوع من عظام التنانين. ردت لها هيلي انت فعلا طفلة ذكية جدا وكمان شجاعة. راحت سألتها اسمك ايه؟ ردت عليها أنا اسمي جيانا. قالت لها هيلي انت عيونك جميلة قوي،
صدقي يا نفس عيون سيد البرج، غير كده أنا كمان مهتمة بيكِ جدًا. طبعًا هيلي كانت مهتمة بيها كتجربة، كفار تجارب يعني. اتعصب مايكل إن هو اتاخد منه فار التجارب بتاعه، راح قال لها: "هو أنتِ إزاي بتتصنطي من خلال سحر عزل الصوت كده؟" ردت عليه هيلي بكل هدوء: "المطعم ده هو مكاني، أعمل فيه اللي أنا عايزاه، ده غير أعمل إيه يعني لو أنا كنت قادرة إن أنا أسمع كل حاجة بدون إرادتي. عمومًا هو أنت مش كنت عايز تلعب مع الطفلة دي؟ أنا كمان عندي أعمال مهمة لازم أقوم بيها." اتعصب مايكل وقال لها: "واضح جدًا أنتِ عايزة تعملي إيه مع الطفلة دي، وعارف كمان إن أنتِ هتعمليه فظيع جدًا." بصّت له هالي وقالت له: "بتتكلم كإنك بريء ومش هتعمل حاجة." رد عليها مايكل: "على الأقل أنا مش شايفها كمادة للتجارب." قالت له هالي: "لو فضلت إنك تحاول تخرّج القدر ده كله من السحر، مش شايف إن جيانا هتمُر بوقت صعب جدًا؟" قال لها: "ما تقوليش اسمها بعدم اهتمام بالشكل ده." ردت عليه هالي وهي بتضحك: "ومن إمتى وأنت مهتم بالطريقة دي؟" حاولت جيانا إنها توقف الخناقة بينهم وقالت لهم: "معلش هو أنا بصراحة جعانة شوية وعايزة آكل، فممكن تتخانقوا في حتة تانية؟ هاقول لكم ما تقلقوش عليّا، أنا هاروح أجيب عيش تاني وأنتم استمروا في اللي أنتم بتعملوه." اتصدموا هُم الاتنين من رد فعلها وفضلوا واقفين مذهولين. نادت جيانا طبعهم المرة التانية على التوالي على آخره، بس المرة دي ما كانش مايكل بس هو اللي قاعد، هيلي ومايكل قاعدين بيتفرجوا عليها باهتمام شديد. وهيلي كل اللي هي عمالة تفكر فيه إن جيانا فعلًا طفلة غريبة جدًا، ونادرًا ما تبقى قاعدة جنب مايكل وما يبقاش بينهم هُم الاتنين أي مشاكل، أو مايكل الطفلة دي ما عندهاش أي إحساس، وبالتالي صعب إنها تحس بأي حاجة. قالت له هيلي: "يا ريت تقفل بُقك، ويا ريت كمان ما تتكلمش بشكل سيء كده مع الطفلة." وبصت هيلي لجيانا وقالت لها: "شكرًا إنِك بتخلّصي أكلِك كله، يا ريت ما تسيبيش أي حاجة في طبقِك. وبما إنِك هنا إيه رأيِك إن أنتِ تجربي أطباق جديدة؟" وريتها أصناف مختلفة من الأكل عشان تجربها. استغربت جيانا من شكل الأكل وقالت لها: "الحقيقة أنا ما أعرفش آكل الأكل ده إزاي، بالذات يعني المأكولات البحرية." وبصت على الأكل وقالت لهيلي: "أنا لسه بادئة دلوقتي أعرف أنواع جديدة من الأكل." قالت لها هيلي: "أفهم من كلامِك إنِك أكلتِ امبارح والنهارده خبز بس؟" ردت جيانا: "أيوه، وبالنسبة لي ده كفاية جدًا. حقيقة طعم الخبز ده لذيذ أوي، ولإنه بوفيه مفتوح فأنا أقدر آكل منه لحد ما أشبع. وغير كده لو اتعودت على أكل المأكولات الفاخرة هاواجه مشكلة كبيرة لما يتم طردي من البرج. من الأفضل إن أنا آكل أكل بسيط." صدم هيلي ومايكل من اللي سمعوه. قال لها مايكل بسرعة: "كل حاجة هتتحسن، ممكن يكون الوضع صعب دلوقتي." بس كملت هيلي: "أيوه أنا ما أعتقدش إن سيد البرج هيسيبك كده باقي حياتك." صدمت جيان من اللي سمعته وقعدت تفكر: إيه اللي هما بيقولوه ده؟ ممكن يكونوا عايزين يخففوا عني؟ بدأت تحس إن قلبها سعيد شوية. سألت نفسها: هو أنا لو كان عندي عيلة كان هيكون عندي نفس الشعور ده بالسعادة؟ افتكرت جيانا عيلتها من التنانين اللي قرروا يتخلوا عنها، كانوا طول الوقت بيتنمروا عليها، وسألت: هو إيه الفرق ما بينهم؟ تقصد هنا مايكل وهيلي والعيلة الحقيقية. كملت: أنا مجرد تنين، عشان كده الكل عنده فضول يعرف قوتي. أنا عارفة ده كويس، إني كده كده كنت قارية الرواية قبل كده، واللي كان فيها جانب والدها وما كانش بيهتم حتى بموتها. وقالت نفسها: الحقيقة الوحيدة اللي مش هتتغير أبدا إن ديناميت هيفضل زي ما هو. وبقت تقول لنفسها: فوقي يا جيانا، مش ممكن أبدا تعتمدي على حد تاني غير نفسك، الشخص الوحيد اللي هيقدر يحميكي هو انتي بس. وبعد يوم نادى عليها مايكل وقال لها: انتي يا تنينة يا صغيرة، أنا خلاص قررت أبيعك كموضوع اختبار. صدمت جيانا من اللي سمعته وسألته: هو إيه بقى اللي حصل دلوقتي؟ أتمنى بجد يكون الملخص عجبكم. استنوني في البارت الجاي، مش هتأخر عليكم. باي.